صباح الخير، صباح النور، شلونكم بنات؟ اخباركم؟ يا رب الكل بخير وصحة وعافية. طبعا رجعت بفيديو كلش راح تحبونه. انا اعرفكم تحبون توج فيديوهات. آه، قلبت المطبخ فوق على عقب مثل ما نقول. الكاونتر عزلته ورتبته مثل ما اريد اني. فتعالوا نشوف بداخل هذا الفيديو شكو ماكو. بس قبل كل شيء خلنا نصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يلا تعالوا نشوف الفيديو شو محمل من شغل. طبعا الكاونتر اسبوع واحد بس ترتبونه يظل نفس الشي، وراها قبل يتهوس. وهاي هوسة باع الكاسات وحدة فوق اللخ. هاي بس فترة العيد شلت ايدي من عندها لان التهيت بالخياط يعني شوف الحال. فأنا قد ما دا أحاول أخفف من المواعين أنطيهن الزايدات. ما أعرف الكاونتر صغير، ما أعرف مواعينه هواي. بنات انتو شو تشوفون؟ يعني بنات مثلا هذن الكاسات للمرقة، يعني الله شاهد هذن للمرقة وللخطار. هذنيش الجو هم دا تشوفونها من كاسات، يعني هاي للبيت وإنه مثل ما دا تشوفون. هنا الجدار مخليتهن والقباغات بعدني حايرة بيهن. يعني صدق ضايجة من هذا المنظر. أنا أقول يعني مواعيني مو هواي، الكاونتر صغير. طبعا احنا هيك نقول. لأن أبو إبراهيم قاعد يسمعني يقول طبعا تقولي لي المواعين مو هواي، كل هذا مو هواي. بنات الله شاهد أني إذا جتني جدرية هدية مباشرة الجدر ببيتي القديم أطلع أنطيه. إنجانة نفس الشيء، إذا جتني إنجانة اشتريت إنجانة جديدة مو إيش عندي قديم أنطيه. يعني ما أخلي ما أكدس، لا والله، بس ما أعرف ليش هيك يعني ما دا يكفيني. هنا طلعت الجداري أول شي، مسحت جوا الجاينها، مسحت جوا الطاوات. هذني الشيش كلش أحبهن، عزيزات علي، مال لبن مال شي. فمستمرين بالتنظيف والله كريم. هسه مثلا نقول هذني الاستكانات مال الشاي، يعني ما اشرب به الان هوايه. عندي ذنيك البيض الفخفوريات استخدمه، بس بين يجوا خطار غير عندي نجانه يعني شغلات مال الشاي. يعني ما اصدق كلكم ما عندكم هالسالفه. وهذني الصواني مخليتن سور، ما اعرف صوانيه هواي، ما اعرف بعد. نطلع فطلعت هيك الصينيه المورده، اخليها هنا وخلي هنا الكاسات. مسحت هذاك المكان بس بقى المكان، يعني خانة امسح وارجع الغراض. هنا راح اخلي خلي اشوف شو اخلي وارجع لانه يريد التفكير حقيقة. وهنا بعد عزلت هذني المواعين والكاسات. وبعد خلينا نجي شوفوا هاي الهوسة الباقية ما اعرف وين اخليهن. وهنا بعد هيك شكل صار، لان هذني كلش هواية مدى احتاجهم. وهذني مال ريوقات، المواعين مالت الاكل جوا مثل ما تشوفون. وهذني الكاسات خليتهن جوا ايدي. بقى هذني اروح اشوف شو راح اسوي بيهن. بعد بنات خليت كم قلاص جوا ايدي، وهذني كله فناجين والقهوة. وعندي هاي القوري القزاز والصواني صغار. وهنا خليت سراحيات، وهنا خليت هاي السلة. هاي شغلات البخور والزيوت مال الشعر، هاي الشغلات. وهذني مالات ابراهيم ثلاثتهن اثنينهن، وهذا غاز وذاك الترمز. ومستمر التنظيف والتعزيل والذب.
وهنا بعد يا بنات مثل ما تتذكرون قبل كم يوم يا كم يوم يا لون قبل كم يوم غسلت هذني مالت البهارات. ويريد له اخلي له بهارات. حقيقة كل شيء عندي بالبيت، بس حبيت هسه يظل نظيفات قلت، ووقت ما عندي لان بهذا اليوم كلش اشتغلت هواي كلش. يعني تقريبا اني من 12 ونص بادية لحد 5 العصر يلا خلصت. فشغلات البهارات وهيك شغلات عادي على باكر، لان باكر اكيد راح يصير عندي فراغ بيوم نغسل البيت وننظفه. ثاني يوم البيت يكون نظيف ومرتب وكل شيء بمكانه. يعني مجرد بس هيك شغلات لملمه بسيطه ومسح خفيف للبيت لا اكثر. فقلت عادي على باكر اعبيهن بهارات. فجيت اول شيء مسحت البوب مالت الكاونتر، بس البوب فقط، الاطارات لا. ليش؟ لان عندي الاطارات ابيض واريد يطلع يعني لمعة بيها وبياض ناصع، فاخس امسحه بالقاصر فقط، وصله ماي مبلله وقاصر فقط لا غير، او اسفنجه. شوفوا انتم شنو اللي يسهل عليكم سووا اسفنجه او وصله ماكو فرق. بس اول مره ليش غسلت مسحت البيبان؟ حتى ما ابدا اسوي قاصر، لان البيبان مو مثل الاطارات مثل ما تشوفون. فهنا مثل ما شفتوا جبت انا اسفنجه وبس مي وقاصر فقط لا غير. واصلا ولا تعب روحي ولا اجلف ولا ادوس ايدي حيل، مباشر يعني مجرد بس هيجي اخلي الاسفنجة عليه وبس مجرد احركه يزول الوسخ ويعطي فد لمعة حلوة. وتحسونه يعني الكاونتر تو ماخذته، تو ماخذينه العفو. ف أنا هاي طريقتي للتنظيف، إذا الكاونتر وإذا الثلاجات والمجمدة وإذا البيبان، لأن البيبان أنا عندي بلاستيك أبيض. مختصر الكلام كل شيء أبيض عندي بالبيت أنا أنظفه بهاي الطريقة. البيبان إذا شفته متسخ يعني هواية تدرون ما لازم إيد وهاي شغلات، أخلي زاهي ولأن صونده بعد راح أغسل عادي مو مشكلة. بس الكاونتر مرات الجو البيبان الجو عادي اغسله، بس الفوق لا ما اقدر اغسل تدرون مي وهاي. فبهاي الطريقة انظفه. بنات اعتمدوا على هاي الطريقة كلش سهلة. يعني ليش اقول لكم اعتمدوا عليها؟ ما يتعب، مو ما تعجل فيه ودوسي ايدك حيل حتى ايدينك بعدين تقوم توجعك، لا مباشرة بس هيجي سوي الاطارات يطلع نظيف كلش. وهنا بعد جيت امسح هذني الاطراف الجوه. بنات طبعا اكو ناس تمسح مثلا الكاونتر او الطباخ او يعني هذني الشغلات هم واقفين ويمسحونها. انا ما اقول مو نظيف، لا نظيف، كل وحده وشغلها. بس ثقوا بالله اللي اذا تقعدين وتمسحينه يختلف جذريا ما انتي واقفه وتمسحين. انا هذا الشيء مجربته، من اني واقفه وامسح بسرعه اتعب وبس اريد اخلص. بس اني قاعده مسيطره النتيجه تطلع كلش زينه وما يطلع ولا لكه، وياخذش فتره طويله بين ما يتوسخ والنوب تنظفين. فقال الرسول عليه الصلاه والسلام: اذا عملت عملا فاتقنه، فاتقنوه حتى لا تتعبون يوميه. اذا انت واقفه وتمسحينه صدقيني راح تتعاجزين وتتعبين. طبعا مثل ما شفتوا بالبدايه انا مسحت هذني البيبان، مسحته هيك بس بمي ونشفته، وهذا مسحته بس بقاصر، ما اخلي بيه زاهي وما اعرف شنو، لا لا فقط مي وقاصر حتى ما تعب نفسي بالفرك وبالهاي. هو القاصر ياخذ كل شيء مثل ما تشوفوش شلون يلمع. تشوفون بنات شلون يلمع. أنا هذا الطريقة معتمدة عليه صار سنين. والبيبان مالتي هم ألمنيوم أبيض هم نفس الطريقة بس مي وزاهي. وإذا أريد مثلا لا فقط مي وقاصر، وإذا أريد أخلي زاهي هاي بعد شأن آخر. خلي أكمل حتى أروح أغسل المطبخ. بنات المجمدة والثلاجة نفس الطريقة، مي
وزاهي فقط، مي وقاصر، العفو لزقت اليوم زاهي، مي وقاصر. انا اتعجب اكو على ناس يخلون فوق هذا طفت الكهرباء، يخلون فوق المجمدة يخلون قطعة لايلون، يعني حتى لا ينخدش او لا يصير لك. بنات اذا انتو ايدكم بيه دائما يلمع، ليش يعني بعد يصير لك وهاي. انا كل ما اشوف صار لك اجيب مالت المواعين امسحه، منظره حلو احسه ابيض، يعني هو ليش مسوينه ابيض وهاي، خو كانوا يسوونه غير لون وحتى لا يصير لك. بس منو يتفق وياي هاي المقولة من أنا صغيرة وأسمعها، النظيفة تبقى نظيفة. أنا أتذكر كان خالي كل ما يجي بيتنا يقول لأمي أم محمد الوسخة لو تعوفيها بالجنة توسخ الجنة وتطلع. أنا كنت صغيرة أقول يعني شنو قصده، بس من كبرت يعني حسيت هذا الشي صدق. النظيفة وين ما تقعد لو بخيمة ترتبها، والوسخة عكس صحيح. طبعا بنات أنا ما انتقص من عندكم واقول انتو انا انظف من عندكم، لا، بس هذين المعلومات بالبيت يعني دائما احنا يعني نشوفها بالبيت. مثلا هسه هذا المجمدة مثل ما وضحت اكو ناس يخلون عليه لايلون، اني ابد ما احب اخليه لايلون. والله شوفوا لي يحتاج بعد اخليه لايلون؟ اني برايي يعني مستحيل يجي يوم من الايام اضربه لايون، حتى اذا فكرت اضربه لايون اضربه ابيض، ما اضربه غير لون. شنو معناته مبين من بعيد رقعه مربع؟ وهنا بعد يا بنات مثل ما شفتوا الكاونتر بعد ما مسحته بالقاصر وغسلت المطبخ، جيت اصور لكم الخانات. شفتوا قسم الكاسات والفناجيل مال الشاي، يعني حاولت قدر الامكان الهوسة اطلعها من داخل الكاونتر، ويعني اللي اريده قدامي مو اظل ادور. فهذا الروتين تقريبا صار له اسبوع هذا الغسل. والحمد لله لحد الان المطبخ على حطت ايدكم على هذا التصوير باقي مرتب. الحاجه من اطلعها من الكاونتر نفس المكان ارجعه اقول خلي ياخذني هاي التنظيف فتره طويله. دا اشوف لكم اللمعه اللي غاسلها الغساله الشيش. وهنا دا اشوف لكم الخانه مالت الادويه، هاي العلاقه اللي طلعتها هاي مستمره باليوم اطلعها مرتين ثلاثه من الكاونتر، لان عندي بها ادويه وهاي فيتامينات دي 3 وهاي شغلات الفوليك اسيد كلها اخذها، فمخلتها جوا الايد. وهنا بعد خليت الشيشه مالت هاي لا خليتها بهاي السراحيه وشلتها فوق، لان هاي السراحيه ارتذبها، قلت ليش اذبها خلي بطنها الشيشه ويحافظ عليه من الشيء. وهنا بعد هاي الخانة خليت بيها السلات الفناجين وهاي الشغلات، وهاي مال الشاي اللي قدام ايدي مثلا قلاص فنجان الشاي هيك شغلات. اي ومثل ما تشوفون المطبخ غسلته ونظيف كلش نظيف صار، يعني كان يستحق هاي الترتيب وهاي التعزيل، لان تقريبا صار شهر ونص اني تاركه المطبخ بسبب العيد تركته. فالحمد لله هسه لحد هسه تقريبا سيطرت على الوضع. الاستقبال نظفته وياكم، والغرفة النوم نظفته وخلصت المطبخ. ما بقى عندي شي يعني اظن شغل يومي بقى فقط. طبعا ما اعرف وين وصلنا، ابراهيم قاطعني بالكلام. فدا اقول لكم ما بقى عندي شغل غير بس اليوم مثلا غسل هدوم ومواعين. هنا دا اقول لكم غسلت الملابس ايش قد حلو من تغسلون ملابس ومواعين غاسلين والبيت معزل ومرتب نظيف، تحسون يعني صدق طاقتكم تصعد وحتى لكم واهز تشتغلون.
يعني حقيقة البيت من يصير ما معزل أو ما مرتب، فقط بس القياعين نظيف والمواعين نظيفة، الله شاهد ما عندكم واهس يعني بتعزيل البيت والترتيب. إذا كل حاجة بمكانها، كل حاجة تريديها تلقيها مباشرة، يصير لكم واهس وشغف بالشغل. فبعد ما خلصت هاي الجولة ببيتي، قلت خلي أسوي عشاء بعد أبو إبراهيم هسه يجي. طبعا هواي سألوني ونزلته قبل يومين، ليش تغسلين التمن ام ابراهيم؟ هواي خاصة جماعة التيك توك هواي طبولي خاص، ليش تغسلين التمن؟ بنات يعني اصلا ما يستوجب واحد يسأل هذا السؤال، يعني اكيد النشا حتى ينزل، يعني ماكو غير يعني ليش اغسله قابل؟ القابل هو وسخ. وبالإضافة إلى ذلك إحنا ما ناكل التمن بالدهن فقط، يعني تهديد. فبيوم اللي ما أسوي برغل أسوي التمن بهاي الطريقة فقط، يعني أسلقه وأرجع أهدره. وإذا عندي مثلا هاي الجزر أضيفه إلى، مرة أضيف له اللوبيا، مرة أضيف له هيك شغلات، يعني أقول التمن سادة واحدة هم طيب وهم ملل، فالنوع هيجي حتى يصير يعني شي تغيير. طبعا بعد كان هذا عشانه سويت تشريب دجاج. وهنا بعد حبيت ماخذني الوهس هالفترة، تقريبا صار تقريبا كم شهر، احسها طيبة ونفس الوقت صحية، بس الناس ما تحبها لان ريحة بيها. اثرم خيار ناعم والثوم ناعم كلش ناعم، تقريبا 4 أو 3 فصات او سن نسميه، وشوية نعناع وليمون وملح. كلش طيب بنات، كلش طيب. واذا ضفتوا له يعني خاشوقة راشي بعد يكون افضل، بس انا بهذا الوقت كان ما عندي راشي، ضفت بس هاي المكونات. ومسوية زلاطة هم على صفحة، كل شيء الا الزلاطة بنات، ادمان اني مال الزلاطة والخضرة. وطبعا هاي الفلفلات الاثنين هم كانوا كلش بارد وطيب. طبعا ابراهيم دوخني بهذا العلاقة مسوي نفسه بابا نوئيل، ماما بس بترموكي ايه. فهذا كان عشانه، وسهمكم مليون عافية. طبعا تشريب ما ضفت له هالمرة حمص، حبيت اسويه على العدس. ام زهراء يعطيها العافية كل مرة تدز لي تسوي تشريب على العدس كلش طيب بنات كلش، فقلت المرة اخلي له فقط عدس. وهناك بعد مواعين الطبخ غسلته وخليته على صفحة. بعد ما تعشينا ابو ابراهيم راح للطوبة، سويت لي انا قلاص شاي. من بعدها ابراهيم عنده قاصة وحب يشارككم شلون يخلي الفلوس بداخل القاصة، لان هاي الفلوس مالت العيديات مالات تنجم عليه، وصار فترة مخليه بالمحفظة. ماما خليه بالقاصة، لا خليه بالمحفظة مالتي. زين اذا يخليه بالمحفظة غير مثلا يستخدمه مثلا اذا شاف شي ياخذ او شي يقول لا، فيقول الاب ولا بابا انت من محفظتك اصرف علي وهنا المحفظة مالتي حتى يبقى بيه الفلوس. والله وين شايفين هيك بنات. المهم هاي التمت عيديته تقريبا نقول 8000 او 9، والله ما اتذكر. المهم هو بس يشوف 1000 دينار بجيب ابوه قبل ياخذه يقول هاي مال القاصة مالتي، ف دا يخليهن هنا بالقاصة. وبهيك الفيديو راح ينتهي. اتمنى خليتوا لايك، والما مخلي تخلينا هسه ونورونا ب10 قلوب او ذكر رب العالمين حتى الفيديو يصعد. اشكركم جزيل الشكر بنات، هواي مشاهداتكم صايره حلوه وتعليقاتكم اكثر من رائع، وكلش افرح والله العظيم من اشوف تعليقاتكم ويعني تواصلكم وياي. احب دائما تتواصلون وياي من خلال التعليقات. فدمتم في حفظ الله ورعايته، اشوفكم بروتين ثاني مع مليون الف سلامه. باي باي.